السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ عملت النهارده العكاوي او اليخني بطريقه جميله سهله وبسيطه خالص، مش هتاخد منك اي وقت. بطريقه كلها في البيت. قبل ما نبدا الفيديو مع بعض، لايك وشير لو عجبك الفيديو. اول حاجه بقى، انا معايا حله على النار، نزلت بمعلقه كبيره من السمنه او الزبده المتاح عندك، وهنزل بمعلقه من الثوم المفروم. هنعمل الصلصه بتاعتنا الاول. هبدأ أشوح التوم كده لحد ما يديني لون أصفر، وهنزل عليه بالخل 3-4 معالق كده من الخل، وشفشق من الطماطم مضروب في الخلاط ومتصفي تماما، نزلت بيه. وانا بشوح التومة يا جماعة، حطيت معلقة من الكزبرة الناشفة، اديتها كده تشويحة مع التومة. جبت البصل بتاعي بقى. البصل بتاعي عبارة عن 3-4 بصلات كده، الكمية اللي انت عاوزة تكتري اكتر من كده كتري. قطعته الى جوانح كده بالطريقة اللي انت شايفينها دي. اللحمه بتاعتي سلقتها سلق طبيعي، السلق كام يعني؟ تكون يعني ناقصه شويه كده، نص سلقه يعني. بعد كده بقى انا شلت اللحمه بتاعتي وجبت طاسه على النار الاول. نزلت بمعلقه من السمنه برضو او الزبده، وهنزل بالبصل اللي انا قطعته الجوانح بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هديله بس كده تشويحه، وهنزل باللحمه بتاعتي. معايا اللحمه بتاعتي اللي انا سلقتها، طلعتها كده واديتها تشويحه مع البصل. وهنزل بالبهارات بتاعتي، بهارات لحمه معلقه صغيره، وكبابة صيني برضو معلقة صغيرة او رشة كده بسيطة، بتديها تست عالي قوي وطعم حلو قوي في العكاوي. هديها تشويحة مع البصلة كده لحد ما البصل بتاعي يبدأ يدبل خالص كده تماما. ومعايا قرن فلفل برضو قطعته ونزلت بيه كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي مع البصل ومع اللحمة. حاجة كده جميلة وريحة كده ما اقولكمش عليها. والصلصة بتاعتي استوت خالص تماما وبقت جاهزة معايا. ودي الشوربة اللي طلعت من اللحمة، الشوربة اللي هنزود بيها الطاجن بتاعنا. جبت الطاجن بتاعي ونزلت باللحمة بتاعتي بالبصل بالفلفل، وبدأت أنزل بالصلصة برضو. وكنت برضو جايبة حبيتين من البطاطس، قطعتهم مكعبات، تكون السمك بتاع المكعبات يا جماعة تخين عشان متتهريش معانا. اديتها تحميرة كده، نص تحميرة، وهنزل برضو بيها. ونزلت بكبشتين من الشوربة. ادي البطاطس اديتها نص تحميرة كده، ونزلت بيها كده مع في الطاجن بتاعي، بتدي لها طعم حلو قوي في الطاجن بتاعنا. احط الملح بتاعي بقى واظبطه، بكون مشغله الفرن على درجه حراره عاليه لحد ما تبدا تغلي معانا كده. هتقعد حوالي عن نص ساعه في الفرن، وهتطلع معاكي بالطريقه الجميله دي. طريقه تحفه يا جماعه وطعمها خيال. جربيها واكتبي لي في الكومنتات ايه رايك في الجمال والحلاوه دي. ما شاء الله تحفة، هتعجبك. الطريقة سهلة وبسيطة، هتعتمديها على طول من جمالها ومن حلاوتها. لايك وشير لو عجبك الفيديو.